انا مش جاي اقول لك اللي حصل في غزة وما زال بيحصل، ولا جاي اقول لك اللي حصل في السودان من هذه المشاهد الشنيعة القاسية التي تؤلم الحيوان قبل الانسان. انا جاي اقول لك ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق الجنة ولا النار عبثا ولا هملا، بل خلقهما وخلق لكل واحدة منهما أهلا. فالجنة خلقها الله سبحانه وتعالى للمتقين للمخلصين للصادقين للصابرين للمحتسبين، والنار خلقها الله سبحانه وتعالى للكافرين والمجرمين والظالمين والمتكبرين. فالجنة هي رحمة الله يرحم بها من يشاء من عباده، والنار هي عذابه وغضبه يعذب بها من يشاء من عباده. والله سبحانه وتعالى تعهد أن يملأ الجنة وأن يملأ النار، فعزاء كل مظلوم يقع عليه الظلم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النار. كما نرى في السودان الآن الذين يحتفلون ويستمتعون بإيذاء المسلمين ويتفننون في عذابهم من حرق وضرب وسحل وقتل بالرصاص، أن هؤلاء توعدهم الله سبحانه وتعالى بالنار إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يرجعنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البروج، هذا الموقف الشديد العصيب على المؤمنين. قال الله: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم قال الله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ثم قال: ولهم عذاب الحريق إن بطش ربك لشديد. الآن يستمتع المجرمون بإيذاء المسلمين الموحدين، بعذاب المسلمين الموحدين، بالتفنن في تعذيبهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. قال الله سبحانه وتعالى عن المجرمين: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فعزاء كل مظلوم، فعزاء كل من ظلم، أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه النار عبثا ولا هملا، ولكن خلقها وخلق لها أهلها. فإن لم يتب هؤلاء مما يفعلونه بهؤلاء المسلمين، فالله سبحانه وتعالى توعدهم بهذه النار الشديدة التي لا تذر ولا تبقي شيئا. قال الله سبحانه وتعالى عنها: لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19.